دمشق ومن قبلها ساحات وميادين كثيرة، مستعدا أن يرش السوريين بكل أنواع الغازات الكيماوية السامة. أليس الذي يضرب المدن والقرى السورية بصواريخ سكاد والقنابل العنقودية لا يتردد في استخدام الكيماوي؟ لكن في المقابل ألا يخشى أن هذا الهيجان الدولي حول السلاح الكيماوي في سوريا مقدمة لتكرار السيناريو العراقي؟ ألم يحذر وزير الخارجية الروسي من أن إثارة موضوع الكيماوي السوري الآن هي حجة للتدخل في سوريا عسكريا؟ ألم يتهم النظام معارضيه باستخدام الغازات السامة؟ ألم تدعو سوريا إلى تحقيق دولي في استخدام الكيماوي على أراضيها؟ لماذا حرام على سوريا امتلاك السلاح الكيماوي للدفاع عن أرضها بينما تمتلك إسرائيل قنابل نووية؟ أليس الجدل حول السلاح السوري يصب في مصلحة إسرائيل أولا وأخيرا؟ أسئلة نطرحها على الهواء مباشرة على الناشط والمعارض السوري غسان إبراهيم وعلى الباحث والمحلل السياسي سمير عبيد. نبدأ النقاش بعد الفاصل. ثمانية 78.6 نعم، 21.4 لا. لو بدأت معك غسان إبراهيم بهذه النتيجة وبما يشاع الآن على نطاق واسع في العديد من الأوساط بأن السيناريو العراقي يتكرر في سوريا. السيناريو العراقي بحجة السلاح الكيماوي يريدون أن يدخلوا إلى سوريا وأن يكرروا نفس التجربة العراقية. هل هذا فعلا حاصل في سوريا أم أن العكس حاصل في سوريا؟ في العراق بنوا كل الغزو على فرضيات وأكاذيب، بينما في سوريا هناك سلاح كيماوي استخدم بشهادة الرئيس الأمريكي اليوم. كيف ترد؟ حقيقة السيناريو مختلف تماما وعكس السيناريو العراقي بالمطلق ومن خلال تحليل منطقي. في العراق الجميع يعلم أن صدام حسين فكك سلاحه بعد حلبجة، وعندما دخلوا لم يكن هناك سلاح واستخدموا الدخول كذريعة للتدخل. سأدخل بالشق السوري. نعم. الشق السوري السلاح الكيميائي ليس عليه جدل، النظام يتباهى أنه يملكه، روسيا تتباهى أن السلاح لا زال في أيادي أمينة كما تصفه، المجتمع الدولي لديه من استخبارات ولديه من وسائط وأقمار صناعية يعلمون تحرك النملة في سوريا في ظل جيش أبو شحاط الذي لا يمتلك أي وسائل إلا أساليب تقليدية من هذا السلاح، فهو مكشوف للعيان. المنشقين فضحوا للنظام، تحدثوا كيف أتت الأوامر باستخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب بشكل بجرعات محدودة كي لا تكشف. يا سيدي نحن لسنا نتهم النظام نفسه يتكلم. الجميع يتذكر المقدسي الناطق السابق نعم. جهاد المقدسي قال في الحرف الواحد: هذه الأسلحة مخزنة ومؤمنة من قبل ما وصفها القوات العربية السورية التي هي لا عربية ولا سورية، ولن تستخدم إلا في حال تعرضت سوريا لعدوان خارجي. هذا دليل أنها موجودة. ليس فقط الناطق بل حتى مؤخرا عندما ذهب الزعبي ويسمى وزير الإعلام بوق النظام إلى روسيا ليقدم تطمينات بعد الحركة الأخيرة، قال لهم لن نستخدم السلاح الكيميائي حتى ضد إسرائيل، لأنه يعلم أن المجتمع الدولي ليس مهتم بالشعب السوري. يعني عندما يقتل 100,000 مواطن سوري بالسكود والطائرات والقنابل العنقودية وكل أشكال الموت، هل هذا يعتبر ذبح حلال؟ أما الكيميائي عندما يقتل العشرات هو دم حرام. هم ليسوا معنيين بالشعب السوري. السلاح الكيميائي إذا استخدمه النظام على الشعب السوري غير معنيين، هم معنيون به أن لا يتم خروج سيطرة النظام عن هذا السلاح، وبالتالي يخشون على أمن إسرائيل بالدرجة الأولى. أي أننا بالمقارنة العراق سوريا، العراق لن يمتلك السلاح، في سوريا يمتلكه هو يتباهى به النظام ويحاول أن يقدم تطمينات، والروس يقدمون تطمينات. من جهة ثانية بالعراق عندما كان هناك رغبة دولية في التدخل كانوا يبحثون عن أي ذريعة، عن أي عفريت من أجل أن يدخلوا في العراق. في سوريا المجتمع الدولي في الصباح في المساء في الظهيرة في كل وقت يقولون لن نتدخل، لا نريد أن نتدخل، يبحثون العكس، يبحثون عن ذريعة لعدم التدخل. لدي وثائق
مئات المقالات من مختلف الصحف الغربية تطالب المجتمع الدولي، الشعب، الرأي العام العالمي، الإعلام، يطلبون من المجتمع الدولي، يقولون لهم لا نريد حلبجة ثانية، لا نريد رواندا، لا نريد سبرنيتشا، تدخلوا. ولكن المجتمع الدولي، أوباما يضع يده على أذنيه، يغمض عينيه، يقول أننا هذه الدلائل غير موثقة. يعني لدي وثائق قائمة طويلة بهذا الموضوع. جميل جدا، جميل جدا، سنأتي عليها تباعا. سمير عبيد، سمعت هذا الكلام؟ نعم. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا أريد أن أرد على مقدمتك. أنا أعتقد أستعين ربما عبارة جاءت في مقدمتك دكتور فيصل، وهي بالفعل جدل سخيف بامتياز. وأعتقد أن لما ليش سخيف؟ سخيف لأنه حينما تتبرأ الإرهابيين الذين بشهادة التقارير الدولية تارسين سوريا ومقدمتهم النصرة التي حضرت دوليا وأمريكيا موجودة في داخل سوريا وبالآلاف تبرأ ويتهم النظام السوري حتى بتفجير اليوم، لهذه كارثة وضحك على الذقون. فأنا أعتقد أقول أنه كفى ضحكا على عقول الناس. حتى الإعلام العربي يذيع الأخبار مبتورة، يبتر الحق ويزيد الباطل ذيلا، وخصوص عربية وجزيرة إلى آخره. فأنا أقول إنه كفاكم ضحكا، كفاكم بهذه المسرحية التي أصبح لها أكثر من سنتين، والنتيجة هي واحدة، ولكن بالمقابل هناك بلد يتدمر، هناك شعب. هذه الفضائيات هي عم تضرب سكوت. الجزيرة ماسكها سكوت ونازلة بحلب وبالرقة، والعربية ماسكها سكوت. يا زلمة خليني أكمل يا دكتور. اللي بدمر يا دكتور السكوت اللي بدمر، مش الفضائيات. أولا والراجمات اللي بتدمر، مش الفضائيات. حاجتكم كمان تضحكوا على الناس. قال شو قال؟ القائل يتهم والقاتل يبرر. اولا صاروخ سكوت هو محمل بتقريبا 300 الى 250 كيلوغرام. تفضل. فهذا لما يسقط عجيب، هذول بالتنسيقيات سقط سكود وقتل ضابط وجندي، هذا لا يعقل. ثانيا هناك رادارات وهناك دول، وسوريا الآن أصبحت تحت الكنترول الدولي. وصاروخ سكوت وصاروخ سكوت حينما يخرج كل رادارات العالم تشوفه، لأنه هو صاروخ معروف. صاروخ معروف. ثانيا أنا أسألك سؤال يا دكتور فيصل، أسألك سؤال، لماذا النظام يستعمل سكود ويستعمل السلاح الكيماوي لما هو للآن مسيطر، وللآن الجيش السوري وللآن الجيش السوري يتقدم بانتصارات حتى أذهلت العالم، حتى أذهلت العالم. أنا اسمح لي، أول شيء أين يتقدم؟ أول شيء يتقدم للخلف. لا، أول شيء يتقدم، يذهب إلى الساحل. بس أنا أنا ما قاطعتك بدون مقاطعة. وأضيف لك كلمتين أيضا، ما قاطعتك. وثانيا أنا هنا لا أدافع عن النظام. تدافع عن من؟ لا، أنا أدافع عن الشعب من السوري. من يطلق الصواريخ السكوت إذن؟ وأدافع عن الشعب السوري وعن سوريا، عن الشعب السوري وعن الشعب السوري. وأدافع. اسمح لي، خليه يكمل سمير، خليه يكمل سمير. وهنا لا تخني بالنظام. عن الشعب السوري. بلد سوري جاي يدمر وشعب جاي يدمر. تمام. إرهابيين بالآلاف، من سمح للإرهابيين طبعا هناك بالآلاف إرهابيين، أنا أتفق معه بهذه النقطة. والدول هي التي الآن تساعدكم، هي من تحت الطاولة تتآمر. ودخلت بالموضوع. نعم. بالموضوع الكيماوي. أدخل تريد إجابة؟ لا ممكن أنا أسألك سؤال وتجيبني. واحد سؤال واحد بسيط وتجيبني بدون مقارنة. رجعا، أنتم تقولون أن أدلب وحلب وحمص تحت السيطرة ما يسمى الثوار، صح؟ نحن لم نقل كامل حمص، لم نقل كامل حمص، لم نقل كامل إدلب. نحن قلنا بشكل واضح أن هناك أكثر من 70% من الأراضي السورية خارج سيطرة بشار الأسد، ولا يستطيع أن يصلها إلا بصواريخ السكود. الآن حلب موجودة وحلب غدا. إذا في التقارير الدولية، جاوبني على سؤالي. التقارير الدولية ماذا تقول؟ تقول إن معامل الكيميائي موجودة في حمص وإدلب وموجودة بحلب وموجودة باللاذقية. إذا بهذه الحالة حينما سقطت بأيدي ما يسمى بالمعارضين، إذا هذه المعامل إن لم تفكك هي بقيت عند هؤلاء. إذا يعني التربة التي التربة التي تحت المختبر هي فيها
سلاح كيميائي، وبالتالي ربما ترك بعض هذا على عجل يعني أنت تعترف أن النظام تقهقر في هذه المناطق، أنت تعترف ضمنيا. لا هذه قلت تقدم النظام والآن تقول أنه قهر في هذه المناطق. الآن الجيش السوري أخذ زمام المبادرة، أخذ زمام المبادرة. وصدقني بعد أيام ستذيع الجزيرة غصبا عنها رجوع حمص، غصبا عنها بعد أيام، وأراهنك من هذا اليوم. الآن دوري لأجيبك على كل لا خلينا بس دقيقة سمير أوكي ولا همك، بهدي شوية. على فكرة السؤال المطروح، نعم، بدك كملت على الكيماوي؟ لا بعدني. طيب أنا عم بسألك عن الكيماوي، بتروح لي على شو اسمه، على هون وهون. جاوبني على الكيماوي أول شيء مشان توضح لي الصورة. الرجل حكى عن الكيماوي. السلاح الكيميائي موجود عند النظام السوري حسب الإعلام وحسب الكذا قبل ما يسمى بالحراك الشعبي. موجود ثورة في سوريا، موجود في سوريا، ما يسمى بالثورة، قبل الثورة موجود. إذا كان هذا موجود، لماذا يحرك الآن؟ لماذا لا يحرك من الأسبوع الأول، الثاني، السنة الأولى، السنة الثانية؟ السبب انتهى سؤالك. السبب لأن الجيش السوري تقدم بانتصارات ساحقة. حمص ستعود بعد أيام قليلة. طيب جميل. إضافة لهذا، وماذا عن دارية 6 أشهر؟ وماذا عن درعا؟ وماذا عن ريف دمشق؟ وماذا عن يا غسان، رجاء بلا مقاطعة مشان نسمع، رجاء بليز. سمير، قلت كلاما مهما، خلص الدور. الرجل يقول لك تحريك موضوع السلاح الكيماوي في سوريا الآن عائد بالدرجة الأولى إلى أن الجيش العربي السوري يتقدم، والآن الدول بعد أن خسرت معركتها الكونية مع الجيش العربي السوري بدأوا يحركون الكيماوي. جاوب عليه أولا، وجاوبني على نقطة ثانية. نعم. إنه هو ليس بحاجة لاستخدام الكيماوي لأنه هو يتقدم، مش هيك يا سمير؟ ليس، هو عنده أوراق استراتيجية كثيرة. جميل جدا. هو أصلا ممكن السلاح الكيميائي لم يحرك منذ اليوم، بل حرك منذ أعياد الميلاد العام الماضي عندما استخدمه في حمص. هذه أولا. النظام ثانيا يتقهقر ويرجع. 6 أشهر دارية أصبحت مقبرة لشبيحة الأسد. اذهب إلى القرداحة، وكر الأسد، واسأل هناك أي عنصر شبيح، تقول له ارفرزك إلى دارية، يقول لك ارسلني إلى الجحيم ولا ترسلني إلى دارية، وهي جنب القصر الجمهوري. وهي جنب القصر الجمهوري، والصواريخ اللي بتطلع من دارية بتقصف بتنزل بقصر الجمهوري. هذه أولا. تقدم هذه في أوهامهم. درعا دعني أقول له لماذا في أوهامهم. ناصر قنديل والشبيحة ومن أمثالهم كانوا يقولون أن شهر نيسان سوف تسمعون انتصارات. اليوم بقى ساعات من هذا الشهر، ساعات تفصلنا عن هذا الشهر. أين هذه الانتصارات؟ عندما سقطت الرقة قالوا 24 ساعة سوف نعيدها. أشهر. عندما تم تحرير أجزاء من حلب، أجزاء من إدلب، أجزاء من حمص، أجزاء من ريف دمشق، أجزاء من دمشق، قالوا نفس الأسطوانة، يتقدم ولكن نحو الخلف. هذه نقاط أساسية. درعا. بالنسبة لدرعا تفصل، درعا شبه محررة بالكامل. بقي أوكار ويتم تطهيرها بشكل كامل. النظام فعليا على الأرض، وما توثقها الحقائق على الأرض أنه منهار، لذلك يلجأ إلى السلاح الكيميائي. لذلك عندما يعني علامة يأس، علامة وهزيمة، خلص كازو 2 قال بده يخمد الثورة، قامت الثورة أخمدته. لذلك المجتمع الدولي اليوم يتحرك. المجتمع الدولي لماذا يتحرك؟ دعني أقول لك لماذا. لأن المجتمع الدولي يخشون على أمن إسرائيل، هذا النظام الذي تدافع عنه 40 سنة يحمي إسرائيل. اتفقنا. بس دقيقة. أوكي سوف أجاوبك أيضا عن هذا الاتفاق. 40 سنة يحمي إسرائيل. عندما بدأت تخرج الأمور من يديه، بدأوا يشعرون أن هذا السلاح، لأنه دائما كانت روسيا من فوق الطاولة تقول أنا أطمئنكم، خبراؤنا يعلمون أن هذا السلاح تحت السيطرة. الآن بدأوا يشعرون أن قواعد اللعبة التي تحدث عنها أوباما أن الروس يغدرون بهم فوق الطاولة، ومن تحت الطاولة يغضون النظر عن بعض الخسائر التي يخسرها النظام. عندما شعروا أن درعا سوف تتحرر بشكل كامل وفيها بعض المخازين من الأسلحة، قالوا أن هذه الأسلحة سوف تصل للجيش الحر، أي أنها لم تعد في أيدي آمنة. عندما تكون لدى النظام، هذا النظام الذي هو شركة الأسد للمقاولات، الذي يبيع ويشتري، الذي لم يترك دولة بما فيها بلدك، وكان يرسل لهم الإرهابيين. عندما تتحدث عن الإرهاب، المالكي زعيمك
كان يقول زعيمي وافتخر فيه. ماشي ولك هذا الفخر واذهب معه. أفتخر فيه. زعيمك المالكي كان يهدد أن الإرهابيين الذين يرسلهم بشار الأسد، وكان يريد أن يطلب من الأمم المتحدة إصدار قرار ضده. اليوم عندما جاء ولي الفقيه وعندما وجد أن أحلام ولي الفقيه في المنطقة تنهار، طلب من المالكي أن يتراجع وطلب منه أن يدعم. لذلك لم أقاطع. لأنه لا يمكن أن يستمر به. الآن نتحدث عن الإرهاب الذي يتحدث عن الإرهابيون بالعشرات الآلاف. بس خلينا بالموضوع الكيماوي طبعا، وهي ضمن الموضوع هذا. باختصار بدي أعطي سمير. كتائب أبو الفضل العباس هل هم حضاريون؟ هل دول إرهابيين من عندكم؟ لا، ليس إرهابيين. هؤلاء إن كانوا إن صدقت هؤلاء قلت لك سمير لا تقاطعني سمير. أبو الفضل العباس هؤلاء إن صدقت سمير ذهبوا. أنا لم أقاطع. ذهبوا للدفاع عن مقدسات. سجل عندك. لا أنا أعرف قدر الوقت. مقدسات في دارية. هناك مشان الوقت لا تقاطعني. لم أقاطع. مشان الوقت نقطة واحدة، جملة واحدة ولا سمير؟ جملة واحدة. شو بدك تحكي عن الموضوع؟ الإرهاب. خليكم بالكيماوي. الكيمياوي عندما شعروا أن الكيمياوي خرج بدأ يخرج من بعد أن فرط النظام. طيب ماشي. بدأوا بالتفكير. خليني أسأل سمير والوقت لسمير. سمير باشا إلك الوقت. ماشي، طلع فيه شوي لو تكرمت، يعطيك العافية. سمير، إسرائيل بعمرها لم تفكر ببناء سور على الحدود السورية. الآن إسرائيل تفكر ببناء لأكثر من 10 كيلومترات. لماذا لم تفكر إسرائيل ببناء سور يحميها ضد السوريين إلا الآن؟ لماذا لم تبنيه على مدى 40 عاما في ظل حكم آل الأسد؟ يقولون لأن إسرائيل كانت محمية. والآن لماذا يتدخل المجتمع الدولي؟ ولماذا تجري إسرائيل في هذه اللحظات مناورات عارمة الآن على حدود سوريا؟ لماذا؟ هذا دليل. لأنه انهار نظام الأسد، انهار الجيش. هذا دليل. ويقول لك تقدم. ويقول لك يتقدم. لا غسان إله الوقت. تفضل يا سيدي. هذا دليل على أن النظام السوري يحترم المواثيق الدولية مع إسرائيل فقط وليس مع يحترم المواثيق. وبالتالي حينما يقول أنا مسؤول عن حماية الكيمياوي ولا يمكن أن أستخدمه ولا يمكن أن يوصل للإرهابيين، إذن هو صادق بشهادة كلام دكتور فيصل الآن. ولكن أنا أعود عندي تعليق يخص بلدي لأنه مرتبط في العراق. طبعا. فحينما أنت تستهزئ بأبو الفضل العباس وتستهزئ تحبه لأبو الفضل يا سمير. أبو الفضل العباس على راسي. أنت على أساس يا زلمه منعوك. يا سمير هذه مقدسات. يا سمير هذه كتيبة إرهابية. هذه وهؤلاء ليسوا إرهابيون. مثلهم مثل القاعدة. نعم. مشان ما ندخل فضل العباس، انت بتعرف انك منعت من دخول العراق سنوات لانك سبيت على السيستاني. السيستاني على السيستاني. يا زلمه صرت كذا. اطلع لي منها، اطلع لي يلا. بالنسبة للسيستاني قلب كبير. لا ما عفى عني، وانما انا حينما ازعل اخطأت يعني وانا لست عيب حينما اقول اخطأت بحق يعني لم تعد علماني، عدت لولي انت لا تقيمني وولي. انت تقيم الشعب السوري بالارهاب، تقول عنهم الشعب السوري على راسي. الارهاب هو على راسي. حزب الله السوري الذي تتآمر عليه انت وجماعتك. الشعب السوري على راسي. طبعا على راسك. على راس 1000 واحد من مثلك. زين، والشعب العراقي على راسك ايضا. سمير الشعب كل الشعوب. خليك بالكيماوي وترك الموضوع. سمير فنعود الموضوع. انت اثرت موضوع اخر. كيماوي تفضل. انا حينما تتكلم انا اسئت للسيستاني، انا اعتذر منك يا سيدنا السيستاني. كويس جدا. اعتذر منك يا سيدنا السيستاني. فرصه، اعطيناك فرصه. شو بدك لان السيد السيستاني رب الفكر المعتدل. السيستاني فلولا السيستاني والمرجعية الشيعية لضاع العراق. ماشي غسان ولولا السيستاني لذهبت ناس
هذه التي يا تتكلم سمير عنها عارف راح ترجع تدعي. على العراق يا سمير، خلص بكفي، وصلت الرسالة، اسمع. وصلت. ارجع لي على الكيماوي، خلص وصلت له اياها للزلمه السيستاني. بالنسبة قال مثالا على مقدسي. إيه. مقدسي هذا التصريح الذي قاله مقدسي هو الذي كشف عمالته، وهرب. وماذا عن الزعبي؟ هو الذي كشف وماذا عمالته. عن الزعبي؟ هذه عن رويترز وكالة انتر. اسمعني. انت تقول عن مقدسي، انا اقدم لك الزعبي هو لا زال قائما على رأس عمله. وزير الاعلام يقول، دعني اقول لك، يقول ونقلا عن وكالة انترفاكس الروسية يقول أنه لن تستخدم الكيماوي حتى ضد إسرائيل. من قال لك؟ اسمع ولماذا؟ أنا ما أقول لك. اسمع لماذا؟ لدواعي إنسانية. يا للطهرانية عندما يتحدث فاقد الشرف عن الطهرانية. قتلوا 100,000 مواطن سوري ويقولون لك لدواعي إنسانية لن يضربوا إسرائيل بالكيمياء. أنت لا تقاطعني لكي نستمر بالحلقة لكي تكون مفيدة للناس. تفضل يا سمير. طبعا هو لأنه 50 مليون يشاهد. يا سمير تفضل. نكون متحضرين. يا غسان، ابوس ايدك غسان، خليه يحكي للزلمه. حاضر. خي سمير تفضل يلا. بالنسبة للكيمياوي الذي تدعونه الآن بعد سنوات، هذه إرهاصة من بعد خسارتكم، لأنه لا شيء حققتموه بثورة ما يسمى ثورة الأرياف. الأرياف تشرفه. الأرياف تشرفه. أنت لا الشعب السوري يشرف أكبر رأس. اسمع وتأدب. أنت في حضرة الشعب السوري، أعظم شعب وفجر أكبر ثورة. ليس فقط أمام أكبر ولكن أنا لا تجي أنت تغرر بالعاطلين عن العمل وتسميها ثورة. يا سمير مش موضوع يا سمير. عقول الشعب السوري هو يصفهم بعاطلين عن العمل. غسان قلت لك رجاء هدي بالك. الشعب السوري غسان. يا غسان أنا بدي أحكي. اسأله سمير. كيف ترد على الذين يقولون لك يا أخي أنا خليني أسألك أنا والله خارج اللعبة. كيف ترد على الذين يقولون بأنه من الذي صنع غاز السارين؟ هتلر صنع غاز السارين الكيماوي، ثم قال لقواته إياكم أن تستخدموا الغاز حتى ضد أعداء ألمانيا. لماذا؟ لأني لا أريد أن أدخل التاريخ كمستخدم للسلاح الكيماوي السارين. طيب الناس تقول لك الآن، بدي أسألك دقيقة. الاستخبارات البريطانية اتهمت النظام، الاستخبارات الفرنسية اتهمت النظام، الاستخبارات الأمريكية CIA استخدم النظام. أوكي؟ طيب السؤال اللي بيسأله الناس، هل يعقل أنه هتلر ما استخدمه ضد الأعداء وبشار الأسد يستخدمه ضد الشعب السوري الثائر؟ السؤال الآخر، يقولون أنه أنت لو بتعرف العقلية الحاكمة في سوريا، عقلية الجنرالات وعقلية الأمن السوري، يستخدمون الانشطار النووي من أجل أن يبقوا في الحكم. أنت لا تعرفهم، يعرفون أن هذه معركة وجود. وبعدين عندما تسمع السوريين يقول لك الأسد أو نحرق البلد. طيب شو يختلف هذا عن أول شيء ما يسمى بالثوار أو ما يسمى بالمعارضة أو ما يسمى لم يطلبوا تحقيقا وهذه الضجة الإعلامية، وإنما النظام هو نفسه طلب التحقيق. حينما إلى هذه اللحظة خليني أكمل. احنا اتفقنا ان نتكلم حقائق لن نقاطعك. انا اتكلم وجهة نظري. عجبت اهلا وسهلا. يا اخي سمير كلم يا سمير، شو بدك ما تحكي معه للزلمه يتكلم. فبالنسبه اما هتلر قبل عشرات السنين، والان نحن في القرن ال21. مسموح يعني؟ لا ولا مسموح. ما عندك دليل. الان اوباما يقول هناك سلاح كيماوي لكن ماكو دليل. ما موجود دليل. فابيوس امبارح وزير الخارجية الفرنسي يقول لا توجد ألمانيا تقول اعطوني دليل. سمير خليني اسال نقطة مهمة. يا غسان سمير عنده نقطة مهمة جدا. طيب اوباما قبل ساعات هذه نقطة سمير قال بالحرف الواحد نحن متأكدون من استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. متأكدون، لكننا لا نعرف لا متى ولا أين ومن استخدموا. جاوب. فعليا ليس فقط أوباما، ليس فقط أوباما، ليس فقط أوباما. نرجع مني. كويس. فعليا بعد أن بدأت التصريحات الروسية البريطانية والفرنسية وأصدقائكم الإسرائيليون
شعر أوباما شو هاي بالخجل. أصدقائكم يا سمير اتركها يا نظام سمير. الأسدي صديق إسرائيل وأنت تدافع عن... يا سمير أنت مالك علاقة. أنتم أصدقاء إسرائيل. طيب ماشي. أنتم تمهد لكم إسرائيل. وبعدها شعر أوباما من خلطت الخطوط الحمراء الكيميائية. شعر أوباما أنه بالحرج من أصدقائه. بالله اترك لي سمير وركز لي على الكيماوي. بالله اترك لي سمير. لذلك أنا غير مهتم نهائيا. شعر أوباما بالحرج فبدأ إجراء اتصالاته مع الجميع بما فيهم الإسرائيليين. قال لي نتنياهو سكت وزرائك. فأوباما أمر وزراءه بأن يصمتوا، أن لا يتحدثوا في الشأن السوري. قال لهم هذا النظام حمى إسرائيل 40 عام، دعوه يكمل المهمة. هو يرفع شعارنا الأسد أو نحرق البلد، دعوه يحرق البلد قبل أن يرحل، يقدم لنا أكبر خدمة. فطلب منهم يعني كما يقول نابليون إذا رأيت عدوك يدمر نفسه فلا تقاطعه. يكمل المهمة في يعني هذا النظام خدم إسرائيل في وجوده ودعوه ينهيها مع نهايته. وأيضا الفرنسيين اضطروا لكي يتراجعوا كي لا يخجلوا الأمريكان، والأمريكان الآن يبحثون عن أي ذريعة لأن لا يتدخلوا. المجتمع الدولي، نحن نقول المجتمع الدولي لا يريد أن يتدخل. يعني أحد الناشطين على الفيسبوك كان يسخر من أوباما، قال أجبن زعيم عرفته التاريخ لأعظم دولة، وأضاف قال لو كان أوباما مسلم لحلف على المصحف أمام الجميع أنني والله العظيم لا أريد أن أتدخل في سوريا. طيب. أضف نقطة مهمة. أوباما البارحة وقبل البارحة أجرى اتصال مع بوتين ويقول له لبوتين سكت بشار، قل له لا تستخدموا السلاح الكيميائي لكي لا تحرجونا، لا نريد أن نتدخل، لا نريد. افهموها بالمشربحي. بالعراق كانوا يبحثون عن ذريعة للتدخل، الآن يبحثون عن ذريعة لا للتدخل، يبحثون فقط هم سوف يتدخلوا في حالة واحدة إذا شعروا أن هذا السلاح سوف يؤذي إسرائيل، سوف يجدون أي عفريت لكي يتدخلوا. أما بالنسبة للشعب السوري مهما قتل لن يتدخلوا. لذلك المعارضة لا تبالي لا بأوباما ولا بإيران ولا تبالي بأي طرف. الشعب السوري ماشي في طريقة نحو التحرير كامل سوريا. دارية أذلت هذا النظام 6 أشهر. ريف دمشق، دوما دولة مستقلة إذا إن صح التعبير، بخدماتها في دوما يوجد مدارس لتعليم المعاقين. في زمن بشار الأسد كان يعيق الشعب السوري. في زمن الثورة بنوا مدارس لتعليم المعاقين. في دوما دولة يعني لا نقول دولة ضمن دولة، يعني نقول خدمات دولة، فكرة دولة، فكر دولة. نحن هو وصفهم بأنهم عاطلين عن العمل. هؤلاء الذين وصفتهم بعاطلين عن العمل يبنون دولة التحرير والمستقبل. جميل جدا. طيب. تحدث أنه هو يدافع عن الشعوب مش هذا موضوع. سمير العميد المنشق رئيس فرع الكيمياء سابقا في الفرقة الخامسة السورية يقول إنه تلقى أوامر باستخدام السلاح الكيماوي في معركة بصرى الحرير ضد قوات الجيش الحر المتواجد في الكهوف، ويقول إنه استبدلها بماء الجافل وقام بطمر المواد الكيماوية بنفسه في مكان يعرفه، كما أن أمر الاستخدام كما يقول استخدام السلاح الكيماوي يأتي بقرار سياسي عسكري استراتيجي مرفوع من قيادة الأركان وشعب المخابرات إلى قائد الجيش، ومنه يأتي الأمر. طيب إذا شخص قالوا له خذ اضرب الكيماوي ويقول لك يعترف، كيف ترد عليه؟ كذاب هذا الرجل؟ أنا لا أصدق التقارير التي تخرج من وسائل إعلام ممولة من دول عربية هي للآن تضحك. أنا اسمع، خلي أقول لك شيء مهم خليه في بالك. أنا بالنسبة لي لا دخل لي في إيران. جميل عرفت؟ غسان. وإذا كررت كلمة إيران بوجهي سيكون ردي قاسيا. سمير لأني عربي ابن عربي وعراقي عربي. جميل خلص كويس هذا كويس عن أصله كويس مفهوم؟ لا لأنك ترمز. أنت قلت أننا تابعين يتبرأ من إيران الزلمة يا زلمة هو لا يتبرأ من إيران كويس الزلمة شو بدك؟ خلاص يتبرأ من إيران يتبرأ من كويس. ماشي سمير جاوبني. أولا هذه التقارير لا تعنينا ولا تعني اسمع خلينا نكمل لا ترفع يدك. أنا يا أخي ولا تعني المحللين الحقيقيين بدليل لماذا لا يتدخلون الآن مثل هذا البكاء الذي نسمعه للتدخل، وهناك رجل دين كبير قال لأمريكا شكرا لك يا أمريكا
من هو هذا؟ لماذا لا يتدخلون؟ طيب. لأنها هذه الضجة وهذه هي بالونات العربان، بالونات الإعلام الفاتح القاتل. أنا أقول العربان بين هلالين ومعروفين من هم العربان. سمير إما أوباما فالرجل يعمل لتاريخه ويعمل لتاريخ حزبه. أوباما يريد أن يخلد الرئيس الأمريكي الأول بتاريخ الولايات المتحدة الذي لا يضحك عليه، ويريد أن يجعل من الحزب الآن أمريكا أصبحت ويريد من الحزب الديمقراطي أن يكون حزبا ديمقراطيا بعيدا عن سمير ماشي. بس إما هذه الخطوط ما يسمى حمراء، هذه دعاية انتخابية الحزب الجمهوري يضغط على أوباما به. والخطوط الحمراء هي خرجت من إسرائيل لأنه يحاولون ويتمنون إسقاط النظام في سوريا لكي تحاصر إيران أو لكي تلغى الانتخابات الإيرانية. سمير هل تسمع بالبروفيسور أسعد أبو خليل؟ أسعد أبو خليل من أهم الممانعين والمقاومين بتاع المقاومة. أوكي، اليوم يقول في تغريدتين: لن يسر أنصار الممانعة. تعرف مين هو هذا الشخص؟ مش معارض سوري. لن يسر أنصار الممانعة هذا الكلام، لكنه حقيقي جدا. التردد في الموقف الأمريكي تجاه سوريا يعود لحالة الخلاف بين الصهاينة. هناك من لا يزال في داخل اللوبي الصهيوني يفضل نظام الأسد. يقول في تغريدة ثانية: من الواضح اليوم أن هناك في إسرائيل لا يزال يفضل بقاء نظام الأسد من أجل ضمان أمن العدو. هذا باد من خلال التردد الأمريكي من جماعة الممانعة والمقاومة. ما حدا بده يتدخل ولا شو بدك، ما كل يا راجل بالعراق عملوا 1000 كذبة مشان يدخلوا العراق، والآن هم يروجون إلى كذبة يريدون أن يدخلوا. الآن يروجون إلى نفس الكذبة. الآن يروجون إلى نفس الكذبة. الآن هي الكذبة إسرائيلية وتلقفتوها أنتم. أنتم تلقفتوها. هذا العكس. وهي استعمال. أنا أقول لك استعمال. للآن النظام من طلب التحقيق بالاستعمال. والمناطق التي هي تحت سيطرة بعض الناس هي كانت فيها معامل، وبالتالي فيها تربة ملوثة بالتجارب. يا سمير بس بدي مشان انت تجاوب. خليني بدي اسال يا سمير ادخل الى صفحات المؤيدة للنظام، ادخل الى صفحات النظام او المؤيدة للنظام اللي بسموها صفحات المنحبكجية. اسمع صفحة لأستاذة الإعلام في جامعة دمشق نهلة عيسى، لك يسلم لي الكيماوي ويسلم لي سكود وراح نبيتكم بسكود. موقع سوري آخر مؤيد للنظام. استنى، في جامعة دمشق مؤيد. يا أخي دقيقة وهل قل المتطرفين؟ هذا هو النظام الذي فلان واحد ثاني بموقع سوري مؤيد راسمين صورتين: صورة سوريا كسيدة سمينة وسوريا سيدة نحيفة، وكاتبين على الصورة النحيفة سوريا هيك أحلى. يعني 24 مليون نرجعهم ل 3 مليون مشان ينبسطوا الشباب ويضلوا. ويعني ولهذا يستخدمون الكيماوي. والآن أنا أسألك سؤال. يعني هي صعبة على معارض دربوه بالجزيرة وبيكتب الدكتورة فلان والدكتورة فلان وبيبعث يا أخي كافي تسطيح. يا أخي ملينا من سيناريوهات. بكرة أسد طاير، بكرة شارد الأسد. حتى أنت نفسك مخلوق. قال انت نفسك طلعت يا سمير مش موضوعي. يا سمير هربوا في دبي. اغلبهم في دبي 19/9 يا سمير مش هذا موضوعي. 2011 لك حديث على الجزيرة. انت قلت يا سمير، انت قلت جماعة الاستاذ مناع هؤلاء 300 وما لهم اي تأثير بالداخل، وهؤلاء لا يسمعهم احد، ونحن قادمون وسقط النظام وجاتينا. يا سمير مش هذا موضوعي. سنتين صار يا سنتين صار
حاليا وينك؟ قارن وينك؟ سنتين اندحر النظام، اندحر النظام وين؟ 70% من الأراضي وزارات موجودة، أي وزارات؟ أي وزارات تتحدث عنها؟ يا سمير خارج الواقع. يا سمير أنت مفصول عن الواقع يا سمير. خلوا لي هالفكره. امبارح صادق جلال العظم اللي هو المفكر الاول في سوريا قال لك بشار الاسد اصبح محافظ دمشق الصغرى. هلا مش هذا موضوعنا. اولا صادق جلال العظم كان يتكلم عن النظام من عشرات السنين، صحيح، وكان مسموح له يكتب كل شيء لاحتراما لادبه واحتراما لتاريخه. هلا صار وبالتالي صار مغضوب عليه، وبالتالي هو يتكلم من زمان ليس الان. لا تحسبه على المعارضه يا سمير مشان الله. شو قلت لك انا؟ تفضل. يا سمير هو ماذا محسوب على النظام؟ المعارض السوري كمال اللبواني، اوكي، انا بعطيك وفند يقول لك لدينا معلومات مؤكده بان سوريا تمتلك 1200 طن من السلاح الكيماوي، منها 700 طن من غاز السارين، و200 طن من غاز الخردل، و200 او اكثر قليلا من ماده VX، مشيرا الى ان هذه الكميه كافيه لقتل الوطن العربي كله. رد عليه، انا مش عم بشقلي هذا هو. واذا قال يعني هو معارض، اولا معارض، هو يتكلم ما يشاء. طيب. لانه معارض. طيب هو مهمته ان يشتم بالنظام، مهمته ان يزور بالنظام. ماشي هذه المعارضه التي تدربها اسرائيل وامريكا. هذه غسان بس هو اتهم المعارضه. غسان من حقي يا اخي دقيقه، الا يمكن ان نفهم من هذا التهويل حول الأسلحة الكيماوية السورية، هذا تهويل المعارضة. هم يريدون أن يحرموا سوريا من سلاحها. لماذا حلال على إسرائيل أن تمتلك عشرات لا بل مئات القنابل النووية، وحرام على سوريا بقيادة الأسد أو غير الأسد أن يكون عندها سلاح كيماوي لحماية نفسها؟ هذا الكلام ألا يصب في مصلحة إسرائيل أيها المعارضون؟ يا سيدي المعارضة ترفض أي تدخل أجنبي على الأراضي السورية، قالتها عدة مرات. لا نقبل بدخول جندي أجنبي محتل كما قبلتم أنتم. يا أخي الاستخبارات موجودين عندكم في البيت، عندك في استخبارات. سمير لا نقبل دخول أجنبي محتل على الأراضي السورية. طيب. الجيش الحر هو الجيش الوطني. طيب إذا في مبالغة في هذا الكلام، كلام عن امتلاك النظام يمتلك النظام، الجميع يعلمها، حتى الروس أنفسهم أصدقاء النظام الذين قاموا بتصنيع هذا السلاح وطبقوه وهم خبراء موجودون لم ينفوا هذه الحقائق، بل أكدوها عندما قالوا أنها في أيادي أمينة، أي أنها موجودة. هل استخدم غاز السارين من قبل أشخاص في اليابان أم لم يستخدم؟ أشخاص استخدموه، لماذا لا يستخدمه أشخاص في سوريا؟ يا سيدي إذا أردت أن تستخدم أي سلاح يجب عليك أن تعرف الهدف الذي تريد أن توجهه. هل يفيد استخدام سلاح الغاز السارين ضد النظام؟ لا يمكن. الجيش السوري الحر لم أقاطعك. الجيش السوري الحر محظور عليه حتى الطلقة. اضطر الجيش السوري الحر أن يصنع من الطلقة اللي هي مضاد الطائرات صناعة سورية. هناك مصانع؟ نعم. احكي لي شو هالمصانع هذه؟ لدى الجيش السوري الحر صناعة بعبقرية الشعب السوري. الذين وصفهم بالعاطلين عن العمل. هؤلاء العاطلين عن العمل يصنعون سلاحهم. طيب. الفكرة أن الجيش السوري الحر، هذه وثيقة 160 ألف طن سلاح نقلته 3 دول عربية إلى سوريا. وأهلا وسهلا بكل سلاح. وهذا السلاح الذي يدخل من كل دول العالم إلى سوريا. الآن تريد أن تطلع لي هذا أنه صنعوا الصواريخ وصنعوا سمير بجان. يا سيدي نحن نفتخر أنه يا سمير وين كانوا ذولا بعد التصنيع؟ يا أين كانوا هؤلاء؟ هم يصنعون من اليوم الذي بدأوا عندما قطع. يا سمير احترم عقول الناس. غسان أنا دقيقة. تجاوز الأدب. تأدب يا عبد المالكي، يا عبد ولي الفقيه. أنت وصفت المعارضة. أنت تأدب ولا تتجاوز. لأنه المالكي تاج على رأسه. خلاص يا أخي تاج وحدك تحت قدمي. المالكي أنت تحت قدم. تأدب يا ولي. يتأدب يا عبد المالكي. سمير هو يصف المعارضة بالعمالة. إذا تجاوزت على العراق وسادة العراق أرميك خارج الاستوديو. سمير لسنا في حظيرة الأسد كي تتكلم عبد الدكتاتور. كنت عبدا لصدام والآن عبد للمالكي والآن عبد فيصل. لا كنت أنا عبدا لصدام.
يجاوب فيصل. يجاوب فيصل. يا سمير عبد يا اخي لا الزلمه كان يا اخي مش موضوعي هو على كل انتم كنتم تمدحون لصدام. وصف المعارضة تمدحون لصدام. من انتم انت وامثالك كنت تتوسل ان تدخل لسفاره صدام في لندن. خسأت انت نحن وقفنا في وجه اي دكتاتور. هو وصف المعارضة. يا سمير يا اخي بطلنا نعرف واحد في الموضوع خليك بالكيماوي ونسالي سمير. والله يا استاذ فيصل اذا تجاوز على قائد من بلدي لاقطع لسانه. خلص. طيب انا لا اتجاوز على بلدك، على هذا البلد. هو قال ان المعارضة تابعة لاسرائيل. بشار الاسد يصفنا بان تابعين للقاعدة والارهابيين. اوكي. هذا الرجل ولي الفقيه ماذا يقول؟ يقول خامنئي أن المعارضة علمانيون وضد الإسلام. من نصدق؟ من أي كذاب نصدق؟ أحد يصفنا للقاعدة وآخر علمانيون وآخر تابعون لإسرائيل. من نصدق؟ هذا هو ولي الفقيه يصرح ويقول علمانيون ضد الدين. من نصدق؟ لا يوجد لديكم مصداقية كي نصدقها. بالعودة إلى الكيمياوي. طيب تفضل. نحن رفضنا التدخل الأجنبي على الأراضي السورية. هناك سيناريو التدخل الذي كنا نطلبه ولم يقدمه أحد، حماية الشعب السوري من خلال حظر جوي عن بعد دون أن يدخلوا إلى الأراضي. لم يتدخلوا. الآن عندما شاهدوا أن هذا النظام خلص كازو، يعني أعطوه مهلة 2 ليخمد الثورة فأخمد، لم يستطع أن يقوم بأي شيء. أدركوا تماما أن أمن المنطقة أمن إسرائيل وحلفائهم جماعتكم في العراق بخطر فدخلوا. أنا أسأل سؤال واحد، طبعا هذا سؤال وليس تهجم، حتى لا تعتبره أنا لا أخذ أبعاد طائفية. كتائب أبو الفضل العباس هم يقاتلون في سوريا، هل تصفهم علمانيون؟ كتائب حزب الله وميليشيا، طبعا سوف أعطيك الوقت لكي تجاوب. وكتائب حزب الله يقاتلون، هم ينشروا الفكر الماركسي والنرجسية الشيوعية. وميليشيات الحرس الثوري هل يقاتلون أيضا من أجل نشر؟ هؤلاء يصل. إذا وصفت المعارضة بالإرهاب فهؤلاء قمة الإرهاب. أنا أجيبك أولا الحرس الثوري ما دخلني. سمير إما ما تعنيه أنت وعندك أدلة، يا ليت بتعطينا الأدلة أنه كتائب أبو الفضل العباس وكتائب على الانترنت. يعني تقول لي تعال اجلس وانشر براحتك. ورويترز مراسل رويترز هو اول واحد كذب على الامه وكذب على الدنيا. طيب انت لم يبقى وصفت الاعلام العربي بدون مصداقيه ورويترز بدون مصداقيه. من لك مصداقيه؟ من هي الاعلام؟ اسمعني خل اجيبك على سؤالك. سمير اولا هناك مقدسات شيعيه يراد قسم من الناس تهديمها من الملتحين. طيب ماشي وهؤلاء في امان الشعب السوري. الشعب السوري هذا واحد. إما حزب الله فحزب الله عنده قضية يدافع عنها والقضية الفلسطينية. قضية الفلسطينية في حل. اسمع يا أخي خليني أجاوبك الشق الثاني. هناك 30,000 لبناني في داخل سوريا، هم في قرى داخل سوريا ولكنهم لبنانيين. استنجدوا بالدولة اللبنانية، لا أدري الدولة اللبنانية لديها حسابات، لديها ارتباطات، جبنت، لا أدري. طيب لماذا النظام لا يحميهم؟ لماذا النظام لا يحميهم؟ ولكن عاجز النظام على حمايتهم؟ ضغط على حزب الله من عشائرهم من الجنوب اللبناني. خلاص ذهبوا إلى هناك آخر سؤال لحمايتهم من القتل والإبادة. هناك فتاوي بقتلهم. سمير آخر سؤال يا غسان أنا بدي أسأل سمير ألا تعتقد، جاوبني بس ريح شوية يا زلمة، روح والله صار عندي وجع راس يا زلمة الله يسامحك. يعني وانت صار عندك وجع راس. شوف يا سمير، انت تقول انه بس خليني اسالك السؤال سريع. امبارح الرئيس كمان ما بتصدقوا للرئيس الايراني نجاد قال ان انتصار المعارضة في سوريا سيكون كارثة على المنطقة. طبعا عندما تسمع كلام نجاد معناته في شيء تحت الارض، المعارضة ساحبة. عندما ترى قوات حزب الله في القصير معناتها في مشكلة. إذا النظام عندما تحذر إيران وحزب الله يشاركوا وأبو العباس يشاركوا معناتها استخدام الكيماوي من قبله أصبح حقيقة، لأنه هذا دليل هزيمة، دليل فشل. الأمر الآخر، أنت عم بتقول لي الفضل العباس بدافع عن المقدسات ولا لا؟ لا هو يقول أنا ما عندي دليل ولا هو عنده دليل ولا عندي دليل. أنت قلت قبل شوي، أنت قلت على كلامه. لا
على كلامه. أنت قلت اي نعم، أنا قلت إذا طيب. كان هناك وعند دليل فهم ذهبوا للدفاع عن المقدسات الشيعية، لأنه هناك فتاوى بتقديمها. ماشي، بس خليني أسألك. تفضل. طيب ليش راحوا يدافعوا بسوريا والنظام شو عم يسوي؟ شو عم يسوي ما يدافع عن المقدسات؟ عم يتقدم لانه مشغول. ليش ما يدافع عن المقدسات؟ اولا هذه قضيه عقائديه، لا باعثهم العراق، لا باعثهم العراق وليست عقائديه. لا باعثهم العراق، شوف لا باعثهم العراق ولا مستقبلهم الاسد، لا باعثهم العراق ولا مستقبلهم. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا الا نشكر ضيفينا السيد سمير عبيد والسيد غسان ابراهيم. ختان انت والمالكي وولي فقيه. لا سمير المالكي اجلس ايها الخبيث. هذا البرنامج برعاية قطر للبترول، ملتزمون بالتفوق.